الفلوس معضلة كبيرة جدا، موجودة مع ناس ومش موجودة مع ناس، وناس فاكرة ان هي فاهمة كل حاجة عنها. بس الحقيقة ان احنا مع الفلوس كائنات معقدة جدا. انت ممكن تفتكر ان الفلوس ارقام ومعادلات وجداول اكسل بس في الحقيقة هتلاقي ان اغلب قراراتنا المالية بتتاخد بشكل ايموشنال شوية. يعني مثلا واحنا خارجين خروجه حلوه، قاعدين بنتغدى وسط خوف وسط غرور، او بناء على الهيستوري بتاعتنا احنا او تاريخنا الشخصي. الفلوس مش بس عن اللي نعرفه من الناحيه التكنيكال، دي عن تصرفاتنا، عن سلوكنا، عباره عن دي ان ايه تقريبا. يعني مثلا واحد اتولد باباه ومامته موظفين بياخدوا مرتب شهري، غير اللي اتولد باباه تاجر راجل بيبيع وبيشتري وابن سوق فعلا، غير اللي اتولد في ظروف قاسية جدا وتربى وصمم على النجاح. فبقى كل واحد فينا عنده دي ان ايه مالي خاص بيه هو، اللي اتشكل بناء على نشأته مع اهله او الظروف الاقتصادية اللي هو عدى بيها، سواء كانت فرص او مصايب. وارن بافيت مثلا، الراجل ده جمع أكتر من 80 مليار دولار بعد ما عدى سن ال60، لأنه بدأ بدري شوية، وده سر اللعبة كلها. الاستمرارية مع الوقت هتديك ثروة، وعشان تبني ثروة هقول لك جملة قلتها قبل كده في كذا فيديو فات: انت مش لازم تبقى اغنى واحد، بس لازم تبقى اذكى نسخة من نفسك، نسخة ذكية تعرف تدير مجهودك وطاقتك في المقام الأول، بعدها وقتك، بعدها فلوسك. والسر مش في الأرقام الكبيرة، السر في التراكم البسيط اللي بيكبر مع الوقت، وكمان في إنك تعرف إمتى تقول كفاية. فأنت لو وصلت معايا لحد اللحظة اللي احنا واقفين فيها هنا دي، سواء عملت فلوس كتير أو لسه هتعمل، فأنا أحب أقولك إن أنت لسه قدامك بدري يا صديقي. عدل طريقة تفكيرك وأنت هتكسب أكتر بكتير وأسرع بكتير، وبس كده.